وأن يستغله فيما يعود عليه بالخير والنفع في أمر دينه. لذلك قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من الناس من الصائمين في شهر رمضان. قال: والناس يختلفون في الصوم شيخنا الفاضل، فهناك من الناس من يربي نفسه في هذا الشهر، وهذا هو الغاية من تشريع عبادة الصوم، هو تحقيق التقوى، فيجاهد هذه النفس في شهر رمضان على التقوى وعلى الإيمان كما قال تعالى: لعلكم تتقون. فمن الناس من يربي نفسه ويروضها في هذا الشهر مثلا على خلق الحلم. يقول: أنا من هذا الشهر لما ندخل والصوم يعلمنا الصبر، يقول: أنا أتعلم الحلم وكيف أكون حليما رفيقا مع الناس ولا أغضب. يحاول أن يعود نفسه مثلا حتى يخرج من رمضان بنتيجة يجدها في أمر دينه. يتعلم من شهر الصوم، من شهر الصبر، من هذا الشهر المبارك هذه القيم الربانية التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك. نعم. حقيقة هو